من الظواهر الغريبة اللي بتحصل اليومين دول وعليها 100 علامة استفهام هو جفاف بحيرة سانتا أولالا في أسبانيا. ولكم أن تتخيلوا إنها بقت متصدعة من كتر الجفاف بعد ما كانت المية بتغمرها من كل ناحية. دي كانت منتجع سياحي وبيجولها السياح من كل دول العالم، حتى في شهور الصيف اللي المفروض فيها الجو حر والحرارة ممكن توصل الجفاف ده كانت المية مغمورة فيها. ودي السنة التانية على التوالي اللي بيضرب فيها الجفاف بحيرة سانتا أولالا، وبترجع لمجموعة من التغيرات، منها تغيرات مناخية بيقولوا إن الحر هو السبب في كده، وكثرة الزراعة والسياحة المفرطة. طب هو معقول إن التغيرات المناخية أو زيادة الحرارة والزراعة الزيادة والسياحة المفرطة توصل البحيرة لمرحلة الجفاف التام ده اللي هيوصلها للتصحر في يوم من الأيام، ويتحول منتزه دنيانا اللي كان مدرج من ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي لرمز من